أنشأت فيديو تعليمي حول إشباع الفتحة في آخر المفردة. الإشباع في اللغة العربية يعتبر قاعدة هامة تساعد في نطق الكلمات بصورة صحيحة ومتزنة، وخصوصاً في نهايات الكلمات. يتعامل الأطفال في دروس القراءة مع مفهوم الإشباع ليصبح لديهم إدراك أكبر للغة. في هذا الدرس، سنركز على كيفية إشباع الفتحة في نهاية المفردة. أولاً، لنتحدث عن مفهوم الفتحة. الفتحة هي حركة توضع فوق الحرف لتعطي صوت ألف مد قصير. على سبيل المثال، الكلمة كتب، الفتحة على الحرف ت تجعلنا نقول كتب بدلاً من كتب. لكن أحياناً نحتاج إلى إشباع الفتحة في نهاية الكلمة، وخصوصاً في حالة الوقف. يقصد بالإشباع هنا مد الصوت ليتحول إلى بدلاً من أن يكون صوتاً قصيراً. لذلك، إذا كانت الكلمة تنتهي بحرف مفتوح مثل كلمة مسع، فعند الوقوف نقول مسع. لماذا نستخدم إشباع الفتحة؟ لأن الإشباع يقدم وضوحًا في النطق ويعطي المتحدث فرصة لتجنب التداخل بين الكلمات، مما يجعل الكلام أكثر فهمًا لدى المستمع. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الإشباع الأطفال في فهم قواعد اللغة والتأقلم معها بصورة صحيحة. في النهاية، يمكننا إجراء تمرين بسيط للأطفال. اطلب منهم أن يكتبوا عدة كلمات تنتهي بفتحة مثل ضرب وذهب، ثم اطلب منهم قراءة تلك الكلمات مع إشباع الفتحة في النهاية. سيلاحظ الطلاب كيف أن الإشباع يغير من إيقاع الكلمات ويساعد في تحسين فهمهم للكلمات المتكررة. هذا الدرس القصير يساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم اللغوية وفهم قواعد النطق الصحيحة في اللغة العربية. إذا تم تدريب الأطفال على هذه القاعدة مبكراً، فسيكون لديهم أساس قوي في اللغة العربية. تذكروا دائماً أن التدرب المستمر والصبر هما مفتاح التفوق في تعلم أي لغة.